مرحباً لجميع العاملين في مجال التخلص السليم من النفايات الطبية، وبشكل خاص في مناطق النفايات الصحية. في هذا الفيديو ستتعرفون على العناصر الأساسية التي تتألف منها منطقة النفايات الصحية، والمراحل التي تمر فيها هذه النفايات حتى يتم التخلص السليم منها بحيث لا تضر البيئة والمجتمع المحيط. في البداية سنتعرف من ماذا تتكون منطقة النفايات الصحية. تتكون منطقة النفايات الصحية من 6 عناصر أساسية، وهي المحرقة لحرق النفايات الطبية الناعمة اللينة، مخفض الحجم لحرق صناديق السلامة التي تحتوي على النفايات الحادة، كسارة الزجاج لخفض حجم الأمبولات والفيالات وأي نوع من الزجاج الطبي قد يكون خطراً، الحفرة العضوية للتخلص من النفايات العضوية التشريحية، حاوية معدنية أو حفر حيث يتم فيها تخزين النفايات الطبية بعد معالجتها. بشكل عام يفضل استخدام حاويات معدنية حتى لا تتلوث التربة المجاورة، ولكن في بعض الحالات نستخدم حفراً بدلاً من الحاويات المعدنية إذا كان مستوى المياه الجوفية عالياً أو التربة صخرية، أو في حال كان المشروع طارئاً والإمكانيات محدودة. غرفة العمال، وهي مكان تخزين للمعدات في منطقة النفايات، كما تستخدم من أجل راحة الحرس والعمال. والآن سنشرح بالتفصيل وظيفة كل عنصر على حدة من لحظة وصول السيارة أو العربة الخاصة بالنفايات حتى آخر خطوة، وهي التخلص من المخلفات في الحاويات. الوصول وتفريغ النفايات. تصل السيارة محملة بالنفايات التي تم تجميعها من 1 أو أكثر من النقاط الصحية أو المستشفيات إلى منطقة النفايات. تكون السيارة مقطعة من الداخل إلى أقسام لكل نوع من أنواع النفايات. النفايات الناعمة مثل الشاش والقطن الملوث بالدماء والكمامات والقفازات الطبية أو المريول الطبي، وتكون ضمن أكياس صفراء. النفايات الحادة مثل إبر ومشارط حادة، تكون ضمن صناديق من الورق المقوى تسمى صناديق السلامة. النفايات العضوية مثل الدم والمشيمة وأجزاء من الجسم، وتكون ضمن أكياس صفراء. النفايات الزجاجية مثل فيالات وأمبولات فارغة، تكون ضمن أكياس سوداء أو ضمن صناديق بلاستيكية. يقوم العمال بطلاء الأكياس بلون معين في المشفى قبل أن يقوموا بتحميل النفايات إلى السيارة، وذلك لمعرفة هذه النفايات تابعة إلى أي منشأة صحية عند وصولها إلى منطقة النفايات الصحية، من أجل إعطاء ملاحظات لكل منشأة صحية سواء كان الفرز جيداً أو لا. الآن وبعد أن قمت بنقل النفايات من السيارة إلى داخل منطقة النفايات، ستأتي مرحلة التحقق من كمية ونوعية فرز النفايات لكل منشأة على حدة. ولتحقيق هذا الهدف، كل منطقة نفايات صحية يجب أن تتضمن ميزاناً واستمارة لتسجيل الوزن والعلامة لمعرفة ما إذا كانت النفايات مفروزة بشكل صحيح أو يوجد فيها خلط. وهذه الاستمارة يتم تجميعها بشكل أسبوعي من قبل المشرف وتتجدد بشكل شهري. ستقوم بوزن النفايات الناعمة أولاً وتسجيل الوزن على الاستمارة، ثم ستقوم بوضع علامة الفرز في الخانة المخصصة للعلامة، ونقصد بعلامة الفرز ما يلي:
العلامة 0 إذا كان الفرز سيء جداً وغير سليم على الإطلاق، ونقصد بذلك عندما تكون النفايات فيها خلط بين أنواع مختلفة من النفايات، مثلاً نفايات عامة، أوراق، بقايا طعام، مع نفايات ناعمة، قطن، شاش طبي ملوث بالدم. العلامة 1 إذا كان الفرز جيداً ولكن يوجد نوع من الخلط في بعض الأكياس، مثال إذا كان يوجد بعض الإبر مع النفايات الناعمة، أو يوجد بعض نفايات زجاجية مع النفايات العضوية. العلامة 2 إذا كان الفرز جيد جداً، أي لا يوجد أي نوع من الخلط. وهكذا سيتم تكرار نفس الخطوات للنفايات الزجاجية والحادة والعضوية. تعطى العلامة وفقاً لفرز كل نوع نفايات على حدة للمنشآت الصحية، حيث توجد لكل منشأة صحية استمارة خاصة بها. مثلاً إذا تم نقل النفايات الصحية من 5 منشآت صحية، هذا يعني أنه يوجد 5 استمارات. تمثل هذه الصورتان نموذج للنفايات الناعمة والنفايات الحادة القادمة من إحدى المنشآت الصحية. فكر في الصورتين ثم أجب، أي واحدة منهم هي للنفايات الناعمة وأي واحدة هي للنفايات الحادة، ثم ضع علامة الفرز لكل صورة على حدة. مرحلة المعالجة: بعد أن تم تسجيل الأوزان والعلامات لكل فئة من النفايات، يبدأ العمال عملية المعالجة. وبما أنه يوجد لدينا 4 فئات من النفايات، إذن لدينا أيضاً 4 طرق للتخلص منها. سنبدأ بالنفايات الناعمة، والتي تعتمد معالجتها على عنصر أساسي في منطقة النفايات، وهي المحرقة. تتكون المحرقة من جسد المحرقة، قد تكون من القرميد الحراري أو من المعدن. باب التحميل، ويوجد على السطح العلوي للمحرقة ويستخدم لإدخال أكياس النفايات. باب الرماد، ويوجد على الوجه الأمامي للمحرقة، كما يحتوي على مقبض وفتحة صغيرة تشبه الشباك لتسهيل الحرق عن طريق التبادل الهوائي داخل المحرقة. وظيفة هذا الباب هي إخراج الرماد من المحرقة بعد إتمام عملية الحرق. وأخيراً المدخنة. على العمال اتباع خطوات معينة للاستخدام الآمن للمحرقة والعمال، وأيضاً للحفاظ على المحرقة واستدامة عمرها. أولاً، افتح الباب العلوي للمحرقة، أي باب التحميل. قم بعملية تسخين المحرقة من خلال إضافة الكرتون المقوى وإشعال النار فيها لمدة 5 دقائق. ضع أكياس النفايات الناعمة داخل المحرقة مع مراعاة أن لا تزيد عدد الأكياس عن 5 أكياس، بفرض وزن كل كيس وسطياً هو 1.5 كيلو، أي 7.5 كيلوغرام كإجمالي. الآن قم برش القليل من المازوت حوالي 0.3 لتر على الأكياس إذا كانت النفايات جافة. أما في حال كانت النفايات رطبة، ستحتاج إلى كمية أكبر من المازوت، حوالي 0.5 لتر. في الخطوة التالية، أشعل النار داخل المحرقة وتأكد بأن عملية الحرق قد بدأت بالفعل، ثم أغلق باب التحميل. قم الآن بفتح الفتحة الصغيرة المخصصة للتبادل الهوائي داخل المحرقة، وابتعد عنها لحين إتمام عملية الحرق. بعد أن لاحظت انخفاض في حرارة المحرقة وانخفاض في الدخان المنبعث منها، يمكنك الآن التأكد من أنه تمت عملية الحرق بشكل كامل. انتظر حتى تتأكد أن المحرقة قد بردت بشكل تام. الآن قم بفتح باب الرماد واستعن بالمجرفة لتقوم بنقل الرماد إلى الحاوية أو الحفرة المخصصة لها. قبل أن تغادر، تأكد من تنظيف جوف المحرقة بشكل كامل،
وعدم ترك أي بقايا من الرماد بداخلها. الآن سنقوم بشرح كيفية معالجة النفايات الحادة، والتي يتم التعامل معها عن طريق مخفض الحجم. مخفض الحجم هو عبارة عن محرقة معدنية صغيرة تتألف من الأجزاء التالية: باب من أجل إدخال صناديق السلامة مع مقبض للفتح والإغلاق، درج في أسفل المخفض من أجل إخراج بقايا عملية الاحتراق كالمواد الحادة والرماد، مدخنة في الأعلى. من أجل إتمام عملية الحرق اتبع الخطوات التالية: افتح باب المخفض، ثم قم بإدخال 2 أو 3 كحد أقصى من صناديق السلامة. قم بإضافة كمية 0.2 لتر من المازوت لتسهيل عملية الحرق. والآن أشعل المواد واغلق باب المخفض. ابتعد عن المخفض أثناء عملية الحرق، وذلك منعاً لحدوث أي حروق لأن درجة حرارته ترتفع جداً. الآن بعد أن انتهت عملية الحرق بشكل كامل وبرد المخفض، قم بسحب الدرج في الأسفل. انقل المواد المتجمعة داخل الدرج إلى الحاوية أو الحفرة المخصصة لها، وتأكد من تنظيف السطح الداخلي من المخفض بشكل كامل. أخيراً، أعد الدرج إلى مكانه المخصص. بالنسبة للنفايات الزجاجية، يتم معالجتها عن طريق كسارة الزجاج، والتي تتألف من مطرقة معدنية تكون متصلة بالكسارة عن طريق بكرة يتم رفعها وتنزيلها حيث تتم عملية الطحن، درج أو فتحة التحميل، شريحة معدنية في الأسفل لحجز المواد الزجاجية، درج في الأسفل يتم فيه تجميع الزجاج المطحون. آلية عمل كسارة الزجاج: في البداية ارفع المطرقة إلى خارج كسارة الزجاج. تأكد من أن الشريحة المعدنية في الأسفل والدرج موجودين في مكانهم المحدد وليسوا خارج الكسارة. قم بوضع النفايات الزجاجية في الكسارة. ابدأ بطحن النفايات الزجاجية بواسطة المطرقة المعدنية. هنا تأكد من أنك ترتدي وسائل الحماية الشخصية، بشكل خاص النظارات الواقية لتجنب خطر تناثر الزجاج المطحون وإصابة عينك. بعد أن تتأكد بأنه قد تم طحن جميع النفايات الزجاجية بشكل تام حتى تصبح على شكل بودرة، قم بسحب الشريحة المعدنية في الأسفل إلى خارج جسم الكسارة. لاحظ أن النفايات المطحونة ستنزل في الدرج المعدني بشكل تلقائي. قم بسحب الدرج وانقل المواد المتجمعة فيه إلى الحاوية أو الحفرة المخصصة لذلك. أما النفايات العضوية فيتم دفنها في الحفرة العضوية. الحفرة العضوية هي عبارة عن حفرة ترابية بأبعاد وعمق محددين، يختلف تصميمها من منطقة إلى أخرى حسب القدرة الاستيعابية لها، ولكن يبقى العامل المشترك لجميع الحفر العضوية هو أن أرضيتها يجب أن تكون ترابية حصراً من أجل تحلل المواد العضوية في التربة. سقف الحفرة العضوية غالباً يكون على شكل بلاطة من البيتون المسلح، يحتوي على فتحتين على شكل بابين معدنيين لإدخال المواد العضوية، وتوجد فيه مدخنة لتسهيل التحلل العضوي من خلال التبادل الهوائي داخل الحفرة. بعد أن قمت بوزن النفايات العضوية وهي موجودة ضمن أكياس بلاستيكية، نقوم بما يلي: افتح الباب المعدني في الأعلى. امسك الكيس بإحكام شديد. انتبه، أحياناً قد تكون النفايات العضوية موجودة داخل كيسين بلاستيكيين. باستخدام مشرط قم بإحداث شق في الكيس من الأسفل. ستنزل المواد العضوية إلى داخل الحفرة العضوية ويبقى الكيس بيدك، حيث تتم معاملة الكيس كنفايات ناعمة ويحرق في المحرقة. قم بإضافة 0.25 لتر من السماد،
حيث يساعد في تسريع عملية التحلل، مع ملاحظة أن السماد لا يضاف بشكل يومي، وإنما من 10 إلى 15 يوم خلال فترة الصيف، ومرة كل شهر خلال فترة الشتاء. والآن أغلق الباب المعدني. ملاحظة: أولاً، لا ترمي بأي شكل من الأشكال الأكياس داخل الحفرة العضوية، لأنها ستشكل طبقة مانعة للتحلل. في حال سقط منك كيس عن طريق الخطأ، حاول إخراجه فوراً عن طريق عصاد طويلة، ولا تتركه في الداخل. ثانياً، الدم الفاسد يعتبر من النفايات العضوية، حيث يتم إفراغ الدم ضمن الحفرة العضوية، بينما يحرق الكيس مع النفايات الناعمة في المحرقة. تتم عملية التنظيف عن طريق خزان للمياه موجود في منطقة النفايات الصحية، كما يجب توفير الصابون والمواد المعقمة. تختلف سعة الخزان من منطقة نفايات صحية إلى أخرى، ولكن بشكل عام خزان بسعة 1 متر مكعب سيكون كافي لمدة 2 إلى 3 أيام. بعد الانتهاء من التخلص من النفايات الطبية بشكل سليم، يجب إزالة معدات الحماية الشخصية وتنظيفها، حيث يتم تنظيف القفازات والأحذية بشكل يومي. أما الملابس فيمكن غسلها كل 2 أو 3 أيام. يجب تنظيف جميع المعدات المستخدمة في عملية المعالجة، مثل المجرفة، الفرشاة والحاويات، وتنظيف السيارة من الداخل والخارج لتكون جاهزة لعملية النقل التالية. وبهذا الشكل تتم معالجة النفايات الصحية بطرق مختلفة تبعاً لفئاتها، بحيث لا تشكل خطراً على البيئة والمنطقة المجاورة لها.